أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة
يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إن أبانا لفي ضلال ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا ولن
قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين لا تقتلوا يوسف لا تقتلوا يوسف لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا وغير أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون
يشاء أن يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر يا رب فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل.
فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ربنا يرحمنا رحمة واسعة يا رب. انت مالكش بركه اللي هي وبس يا عم الشيخ. الله يبارك فيك. الله يستر معاك ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب. الله يسترك يا رب. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى عليه الصلاة والسلام. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر يا رب. فصبر جميل فصبر جميل
والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى وجاءت سيارة فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم مردودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر
مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وشروه بثمن بخس دراهم مردودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما آتيناه حكما وعلما آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت
وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء إنه من عبادنا المخلصين صدق الله العظيم. نبئوني عن يوسف الصديق على أرض فلسطين عندما قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه. نبئوني عن الصديق يوسف على أرض مصر عندما أبى الفاحشة فسجنوه. من أحسن القصص سورة يوسف. عشنا وتعايشنا بأداء فريد من نوعه، حيث تلا علينا بقوة صوته ودقة أحكامه وروعة أدائه
فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البديع السعدني قارئ مصر والعالم الاسلامي وعضوا بنقابة قراء مصر والمقيم بمدينة ابو كبير محافظة الشرقية، في هذه الليلة القرآنية شاكر الهندسة الإذاعية وصوتيات القرآن الكريم لرائدة من رواد عالم الصوتيات مملكة الصوت الأولى عبر محافظات مصر أولاد الحاج علي أبو حلمي، لجنرال الصوتيات المهندس محمد علي حلمي والمهندس صبري علي حلمي، والمقيمين بقرية 10 سنة الحاجة الشرقية. أشكر الأولاد الإنارة الحديثة لكبرى وأضخم محطات الديزل وقصور الضيافة العربي للأسطول المتحرك عبر محافظات مصر، ومن مملكة الفخامة والإبداع لصاحبة اللمسة الفنية في عالم الفراشة مؤسسة غلبان مصر للإمبراطور الحاج إسلام أبو النور والمقيم بعرب زيدان. أشكر واجب الضيافة لمؤسسة حور العالمية حكم دار الضيافة المتر علي عبد المعداوي والمقيم بالفريحة أولاد صقر شرقية. أشكر عبقري التصوير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمتميز دائما عبر الشبكة العنكبوتية وصاحب ترند المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي العالمي ابو عبيدة السعدني والمقيم بابو كبير محافظة الشرقية. اسرة الراحلة الكريمة ابناء الراحلة الكريمة الحاج الكحلاوي العبيدي نيابة ايضا نيابة عن الاستاذ عبد المنعم العبيدي، نيابة عن الحاج السيد العبيدي، نيابة عن الحاج العربي العبيدي، نيابة عن الحاج ابراهيم العبيدي، نيابة عن الحاج العبيدي وعمومته وابناء عمومته. اتقدم نيابة عن اشقاء الراحلة الكريمة حاج محمد ابو ابراهيم العبيدي واخوته، نيابة ايضا عن عمدة القضاء المصري مع المستشار العبيدي فاروق العبيدي، كما تقدم نيابة عن معالي المستشار الاسمر نظير صبح، نيابة ايضا عن معالي المستشار السيد الكحلاوي العبيدي، نيابة عن معالي المستشار احمد معاطي حجاج، نيابة عن معالي المقدم العربي محمد العربي العبيدي، نيابة عن معالي المقدم محمد فاروق العبيدي، كما تقدم نيابة عن صاحب الدعوة الكريمة علم الواجب استاذ محمد السيد العبيدي، نيابة ايضا عن علم الواجب الحاج السعيد الباز العبيدي، نيابة عن عموم الاسر والعائلات التي ترتبط اليهم بصلة نسب وقرابة. باسمهم جميعا اتقدم بخالص شكري الى كل من واساهم في هذا العزاء، شاكرا باسمهم برقية عزاء عموم عائلات صبح والعبيدي، شاكرا ايضا برقية عزاء اولاد الحاج رزق صبح مهندس وليد رزق صبح واخوته. اخي المعز الكريم الى صلاة العشاء ثم معودة الاستماع الى ايات مسك الختام مع علم التلاوة فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البديع السعدني. الى هذا الموعد القاكم على خير. عبد الوهاب عيسى، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.